كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. بكرة إن شاء الله ماتش مهم جدا، ماتش العودة بين الأهلي والترجي، الماتش اللي احنا هنبقى بنسعى فيه إن احنا نعدي الدور ده ونشوف هنلاعب مين الماتش الجاي، وإن احنا نعدي الفترة دي بقى بكل العك اللي حصل فيها وكل مشاكلها، وناخد توقف دولي يخلينا معانا مساحة لإعادة ترتيب البيت من الداخل، ونشوف المدرب يقعد مع اللعيبة شوية أكتر، نعمل تاكتكس مختلف. فخلينا نعدي الماتش ده. فالماتش ده مهم جدا إن احنا نعديه. خلال فيديو النهارده هنشرح الطريقه الانسب، اللعب الافضل، وكمان هنقول هو هيلعب ازاي، لان هو في الاخر ليه عقليه متبرمجه عجيبه بقينا بنتفرج عليها. ليه؟ مع بدايه الماتش احنا بنتكلم ان شوبير اللي هيبقى الحارس، احنا هنكسر قاعده المدوره اللي هم عاملينها. المفروض دلوقتي الشناوي هو اللي عليه الدور، بس هتبقى كارثه سودة لو الشناوي لعب. انت هيجي عليك كور كتير، والماتش الاولاني شوبير لوحده هو اللي خلاك قادر تلعب ماتش العوده. شوبير شايل له جونين لوحده، مع جون ضربه الجزاء كانت بقت 3 والدنيا بقت خلصانه. الماتش ده هيجي عليك كور ثابته، هيجي عليك ممكن كمان انفرادات، لان هيبقى في اندفاع هجومي لقدام. فالحل الوحيد في الحاله دي ان نركن بقى المدوره شويه ونلعب بشوبير، خلي يبقى لنا فرصه في السيزون. من اليمين للشمال محمد هاني هيلعب عادي، الانذار اللي خده ملوش علاقه بانذارات دور المجموعات، الانذارات اترفعت، فمحمد هاني هيلعب عادي، وللاسف ما عندناش بديل. ماشي. اول تغيير، هنكسر قاعده هادي رياض وياسر ابراهيم، مش نافعه اطلاقا، ومحتاجين احمد رمضان بيكهام. وكمان شويه هنقول ليه تحديدا احمد رمضان بيكهام. ياسر عادي خالص بالعمري، احنا كده بنلعب الستاندرد. ديانج كتير هيقول ديانج كان وحش جدا الماتش اللي فات، احنا هنلعب بمركز 6-1، لعيب واحد ارتكاز. يعني انت عايز لعيب يقدر يقطع الملعب يمين وشمال وقدام بقدرات بدنيه قويه، انا مش عايز ديانج يحضر كوره خالص، وعشان كده حطينا بيكهام. انا عايز من ديانج انه يقطع الكوره، انا عايز اكتر لاعب نص ملعب زي ما بنسميه كده ديستروير، مفسد هجمات، هيفسد هجمات الخصم. وانا حاطط بالنسبه لي بيكهام في الطلوع بالكوره، وشوبير يقدر يطلع بالكوره، الاثنين دول هيطلعوا لي بالكوره كويس قوي. فانما ما اقدرش اعتمد على مروان مش هيسد مركز 6 لوحده. هنيجي في نص الملعب بين رمضان وامام عاشور. امام هيلعب 8 ناحيه اليمين، انا مش هلعب بعشرات المره دي. امام هيلعب 8 ناحيه اليمين، وقت الهجمه بيبقى 10 ناحيه الشمال. وبين رمضان هيلعب 8 ناحيه اليمين، ووقت ما احنا بنهاجم هيبقى رقم 10. 3 مهاجمين من غير اي فزلكه، زيزو يمين، اوتاكا رقم 9، تريزيجيه شمال. ومحتاجين اوتاكا قوي نبدا بيه الماتش. ليه؟ خلينا بقى نفسر ونشرح الخطه بتاعتنا. انا عندي تريزيجيه هيخش في الهجمه مهاجم تاني مع اوتاكا، امام هيروح جناح شمال، عشان كده انا مودي امام شمال. زيزو هيمسك الخط عشان خاطر الرفعات، عشان نقدر نستغل الضربات الرأسيه بتاعت تريزيجيه. بين رمضان هيخش من الهاف سبيس، المساحه اللي هتتفتح ما بين زيزو لما يجي هنا واوتاكا، سواء لو نزل عشان يسحب معاه المدافع او فتح الملعب. فانا عندي مساحه الهاف سبيس اللي هنا اللي ما بين رقم 9 والجناح هيهاجم بها رمضان. في اوقات كتير هيبقى اصلا المهاجمين بتوعنا في منطقه الجزاء هو تريزيجيه وبين رمضان. الخطه مرسومه على كده، ده معناه ان انا عندي حمل كبير قدام، انا عندي ال5 دول هيبقوا قدام، وعشان كده قلت انا عايز ديانج هو الوحيد اللي هيقدر يقطع مسافات طويله من هنا لهنا، وهو الوحيد اللي لو اتردت عليه هجمات مرتده ديانج هيقدر يكسر الخطوط دي بسهوله، لان هو هيقدر يرجع وهيقدر يقطع الكوره، وذات ان كمان بالعمري هيبقى مكمل معايا هنا. فانا محتاج لاعب يقدر يغطي مساحه كبيره جدا من عرض الملعب، ده مش هيقدر يديهولي ديانج. ليه انا مغامر بالدرجه دي وانا كده انا مش خسران غير 1-0؟ بمنتهى البساطه الترجي مش هيلعب عليك ضغط عالي، فانا كده برضه ده هيحل لي مشكله ان ديانج مش هيعرف يحضر الكوره، او ديانج هتقطع منه الكوره. الترجي مش هيلعب عليك ضغط عالي خالص، ولا حتى هيلعب هاب بلوك اللي هو او ميديم بلوك، يعني مش هيبدا يضغط من نص الملعب. الترجي هيركن الباص وهيلعب لو بلوك قوي لتحت، فهتبقى المشكله الاكبر اللي عندنا، وبالذات مع غياب المهاجم الصريح، ان انت هيبقى عندك تكتل كبير قوي هنا، مش عارف تعمل فيه ايه. انت هتبقى معاك قوالب خرسانيه، وعشان كده كان لازم يبقى عندك اولا زياده عدديه في منطقه الجزاء هتقدر تحققها بتريزيجيه وبن رمضان اللي هيخش منطقه الجزاء. عندك كمان
حلول العرضيات هتقدر تحققها، ان يبقى عندك العرضيات مش من ناحيه واحده اللي احنا دايما بنعتمد على العرضيات بالعمري بس عشان محمد هاني ما بيعرفش يرفع. لا، هيبقى معاك العرضيات من خلال زيزو، فانت هتفتح العرضيات. وعشان يبقى عندك عرضيات حد يعرف يلعبها، فلازم تريزيجيه اما تترفع العرضيه من اليمين يلعبها، لان اوتاكا عنده مشكله كبيره. اوتاكا اما بتترفع العرضيه بيبقى عايز يستلمها وينزلها، فمش هينفع. فعندك تريزيجيه يعرف يلعب براس، وعندك بن رمضان اما تترفع العرضيه بالشمال يقدر يرفع يلعبها هنا ويسجلها. طيب الخطه دي ممكن تمشي تمام، بس مرتبطه بشخص واحد، بن رمضان. هل بن رمضان اصلا بن رمضان لو يلعب على اي حد في الملعب، وبالذات كمان ان هو عنده فكره السرو باس، وان هو يطلع اللعيب واحد قصاد واحد او يطلع هو اللي اصلا في وقت ما يبقى انفراد كبيره. بس مشكله بن رمضان الكبيره ان هو ماتش بيبقى رائع وماتش ممكن يبقى اوت خالص. طيب في حاله ان بن رمضان مش في الفورمه، ودي ممكنه جدا، هيبقى الحل الثاني بتاعنا على طول هي الخطه بكل اللعيبه، هنغير لاعب واحد بس. زيزو هيرجع هو يلعب مكان بن رمضان، وبن شرقي هيبقى هو مكان زيزو. التاكتكس هنا هتختلف في حاجه بسيطه. هنا زيزو هيلعب زي ما كان بيلعب مع المنتخب في وجود صلاح. بن شرقي هيعمل نفس اللي كان بيعمله صلاح. بن شرقي هيضم مهاجم تاني، او هيخش هو الهاف سبيس اللي كان هيخش فيها محمد علي بن رمضان، لا هيشغلها بن شرقي، وزيزو هيسيب نص الملعب من هنا وهيروح هنا، وهاني هيضم هو نص الملعب. يبقى انا نفس الفكره بالعمل لما يرفع، انا عندي مهاجم تاني اوتاكا وبن شرقي هنا. زيزو لما يرفع انا عندي 2 مهاجمين تريزيجيه واوتاكا، وهيخش معاهم كمان بن رمضان. دي انسب خطه، ان احنا هنلعب 4-1-2-3. طيب هل هو هيلعب كده؟ اتمنى. بس اخر حاجه في الخطه دي، وقد تكون المفاجاه وقد يستغرب الكل، ان في لاعب هيبقى مهم جدا جدا جدا، وبالذات الماتش لو صعب ووصلنا لبدايه الشوط الثاني من غير ما يبقى عندنا لعيبه عارفه تجيب اجوان. احنا قلنا من الاول ان الماتش ده هيبقى فيه تكتل دفاعي كبير من الترجي، وان الفريق كله ال11 هيبقوا في المنطقه دي تقريبا. طيب فانت محتاج حد هيدر، محتاج حد قوي جسمانيا. فللاسف الشديد هنضطر نستعين بكعمش. هتقول لي ده ما بيعرفش يستلم كوره، هقول لك بس في الاخر هو في الكام عرضيه هو بيلوش براسه، فممكن تيجي. وتاني حاجه قوته الجسمانيه والبدنيه هتخليه ان هو حتى لو ما جابش هيعمل دوشه في منطقه الجزاء. اوتاكا مش هيعرف يعملها، ولا محمد شريف. انا لعبت اوتاكا هنا في الاول لسبب ان انا كنت عايز الديناميكيه واستلام الكوره والتحرك، بحيث انه يسحب المدافعين شويه ويسيب لي مساحه لده او ده او ده تحديدا. احنا مش زيزو اللي هيخش، عندنا امام وتريزيجيه وبن رمضان، او امام وتريزيجيه وبن شرقي هيلعبوا على المساحه اللي هيديها لهم اوتاكا. طيب دي ما نفعتش وخلاص، اللعيبه حافظه وما بتطلعش معاه وسايباه، يبقى انا عايز حد جامد قوي، همجه كده زي ما بتسمى، او اللي هو حاجه فرعه على راي كابتن مدحت شلبي، يهد لي بقى فيهم شويه وممكن تلطش معاه. فوجود كامش في السكواد بتاع الماتش مهم، بس ما يبداش، بل وقد يكون النقطه الفارقه. الراجل هيلعب ازاي؟ الراجل هيرمي كل ده في الزباله ومش هيعمله حقيقي يعني، والمأساة. احنا هنلعب كده، احنا هنلعب 4-2-3-1. ليها اسبابها، ومش هيلعب ببيكهام كمان، يعني ده بيكهام كده طموحات. هو هيبقى هنا هادي رياض وياسر، هيبقى الستة ديانج، 8 مروان، امام هيلعب 10، تريزيجيه شمال مال، هيلعب هنا يا زيزو يا بن شرقي. بس انا هنا عايز الشحات، وهشرح ليه على خطته، واوتاكا مهاجم. خلينا نشرح ان هو ليه هيلعب ده. ضعف بين دفاع النادي الاهلي بيجبر دايما المدرب على ان هو يحط 2 في نص الملعب بيدافعوا. يعني هو انا بلوم عليه، بس في نفس اللحظه هو في بعض الاوقات معذور جدا. ضعف الدفاع بتاع النادي الاهلي اهلي مزري. الاهلي عنده قوه كبيره جدا في الثلث الاخراني مش في ورا. الاهلي لو كان عنده مدافعين اقوياء ان هو يقدر يعتمد عليهم ان هم يشيلوا الهجمات، كان قدر يستغل التنوع الكبير اللي عنده. هو عنده الشحات وعنده
طاهر وعنده امام وعنده بن رمضان، فهو هينزل كده. طيب في الحاله دي المدرب هيلعب كالتالي: ديانج او مروان واحد فيهم هيبقى 6، لو لعب ديانج 6 مروان هيبقى 8، لو لعب مروان 6 ديانج هو اللي هيبقى 8 هنا، وامام يدعم هناك. طيب ليه بقى في الحاله دي انا عايز حسين الشحات في الملعب؟ في الحاله دي انا خسرت بن رمضان او زيزو، فانا عايز حد يعرف يرفع اوفر من ناحيه اليمين، ده هيقدر يعمله حسين الشحات. بس هتقول لي طب ما زيزو يعمله، هقول لك بس في حاجه ثانيه، ما عادش في بلاي ميكر في الملعب. يعني ايه؟ يعني بن رمضان بلاي ميكر، بن رمضان بيعرف يصنع كمان اكتر من امام بيعرف يجيب اجوان ويهاجم المساحات، انما بن رمضان رجله حلوه بيعرف يصنع. الشحات الوحيد من كل اجنحه الاهلي اللي بيعرف يصنع. زيزو بيعرف يرفع، بس الشحات بيعرف يصنع ويدي سو باص ويطلع اللعيبه. ففي الحاله دي لو هنلعب كده، لو هنلعب بديانج ومروان، اتمنى ان الشحات يبدا، وبالذات ان الشحات في كل الماتشات اللي نزل فيها كان فورمته كويسه. هي دي الاوبشنز اللي قدامنا في جميع الاحوال. دفاع الترجي حتى لو لعب كومباكت وقفل الملعب هو دفاع ضعيف، وما زلت مقتنع ان انا لو نزلت عليه بخطه زي دي تحديدا وهاجمته من الممرات الداخليه هنا وهنا، او وفتحت وكان كمان عندي قدره ان انا استرتش الملعب بالعمري وزيزو، انا هيبقى عندي مساحات كتير والفريق ده هيغلط كتير، والاهلي مش هيكسب 1 و2، الاهلي ممكن يكسب 3 و4 بسهوله. وان شاء الله يبقى بكره عيد سعيد علينا، ونحتفل بتاني يوم العيد، ونحتفل بتاهل الاهلي باداء مقنع محتاجينه عشان نبني عليه. شكرا لكم.